ايه يا تعالى يا حاج، ايه مالك؟ ابن عيان وما حدش في المستشفى قادر يتاخد. خدت عربيه من معايا، خدته مستشفى مصطفى كامل ويعالجوه ويشوفوا كل حاله ويشوفوا بيته كمان عنده ايه. لقيته بيته غلبان قام الراجل ساعدته بكل الطرق. القريب من كام يوم بس اديك امثله. في واحد عنده بنت جالها زي تيومر عملت عمليه قبل كده، وقعدت قالت لي انا خلاص الفلوس اللي معايا ما تجيبش هي وجوزها. وجوزها راجل مهندس بسيط وغالبه جدا وساكن مش عارف كده السويس. فقلت له طب هاتوا لي الورق بتاعها. جالي الورق يوم الجمعه اللي فاتت دي. اما قريت الورق صعب عليا الموضوع. كلمت الدكتور حاتم الجبل يوم الجمعه بالليل، قلت له خد الورق ده وابحث ورد عليا دلوقتي. قال لي بس على ما اشوف مستشفى تاخد البنت دي بره، لا محتاجه الى علاج في الخارج. فانا بعت قلت له عاوز اعمل خبر بكره. تاني يوم الصبح كلمني قال لي لقيت مستشفى في لندن واحده في باريس، وقالوا لازم تعمل عمليه يوم الاثنين والا هيبقى الوقت اتاخر، ودلوقتي السفارات قفلت. قلت له هجيب لك الفيزا. كلمت رئيس الديوان خد دور عليه وهات الباسبور، اديهم الفيزا، هات لهم الفيزا من السفاره ان شاء الله. كلم السفير عشان يفتح وعاوزه يسافر يوم الاحد. قال له يمكن يسافر. قلت له لازم يسافر يوم الاحد. وسافر يوم الاحد وراح المستشفى على طول. راح البنت المستشفى. طبعا حط نفسك مكان اهلها. صحيح صحيح. الدنيا تسود في وشك. ده بنتهم بتبص تلاقي الدنيا ضاقت بيك، ما انتش قادر تعالج، ما فيش معاك فلوس، ما فيش معاك اي حاجه. سفرناه الحد، سالت على يوم الاثنين الدكتور قال شافوها، وبكره على يوم الثلاث امبارح هيقرروا يعملوا ايه. ابوها قال امها سافره مرافقه. ابوها قال انا معايا قرشين اقطع التذكره واسافر معاه، عاوز يطلع مع بنته. فكلمت اخواننا وزير الدفاع، قلت له الجماعه دول اللي مش في المستشفى بيتوه في اللوكاندا بتاع القوات المسلحه، مش هياخدوا الفلوس. يعني شخص غلبان. صحيح. وغيره وتظل الدولة هي الملجأ الأخير بالنسبة له. وغيره. وفي واقعة تانية من أسبوع برضه مش عاوز أحكي عنها لأن يمكن صعبة، مش عاوز. وواقعة ثالثة أما بلاقي غلبان بتعاطف معاه بشكل أكثر من القادر. يا هيكلم وزير يا هيروح كوميسيوني خلاص، أما ده هيروح لمين؟ فراح بعت لي جواب. بعت لي الجواب قريته وانا بقرا الجواب لما الاقي واحد عيان بالذات لازم اساعده. فموضوع اهتمامي بالمواطن الغير قادر ده شيء اساسي في الحياه. احنا كلنا طالعين من بيئه ما احناش اغنياء، ما كانش في بقنا معالق من ذهب ولا من فضه، كلنا من بيوت متوسطه الحال، وكنا برضه بنجد صعوبه في نخش مستشفى، نسافر بره، نتعارك في حته وندفع فلوس، كانت صعبه جدا والحياه كانت علينا صعبه. لذلك انا بتعاطف مع كل واحد يكون عنده ظرف صعب، خصوصا الابناء والناس الصغيرين اللي هو وزير المستقبل. لذلك بهتم انا بالشباب، بهتم لهم البيوت. ابن بيتك عملت لهم اعفاءات حتى في الفلوس، بحاول اديله الارض حق انتفاع في الاول، لان لقيت ناس في الاقصر هنا بعد ما بدانا البيوت رايحين يبيعوها. قلت لهم لا ما حدش يشتري. حق انتفاع محدد المده. حق انتفاع شو ما يقدرش يبيعها. فعندي مبدا لازم اساعد الراجل القادر بكل ما اقدر. مره برضه زمان واحد موظف صغير ابنه مسافر يتعالج، عاوز يتعالج، طلعت له القرار في يوم، كان القرار عندي، وبعدين ما معهوش فلوس، بديله بدل السفر. والله كانت كان اوائل 83 كده، لميت له شويه فرنكات على بتاع وديته، قلت له يا ابني خد الفلوس دي، ولما اروح هناك كلمت بتوع المخابرات انتوا عندكم امكانيه ساعدوه اذا امكن ذلك. الغلبان
بيأثر فيها قوي، محتاج اللي أوي. يطبطب عليه قوي. محتاج. طيب فندم، انا الحقيقه برضو في اطار الموضوعات اللي حضرتك لمستها في هذا اللقاء اليوم، احد الموضوعات المهمه واللي كانت بتشكل الحقيقه حساسيه حتى في التعامل معها، وهو الموضوع الخاص باهل النوبه. اهل النوبه المصريين، المصريين من اهل النوبه او اهل النوبه المصريين بيتم استغلالهم خارجيا لاغراض مختلفه، وانت لديك سيد رئيس تعليمات واضحه بالتعامل مع قضيه اهل النوبه. اود ان استمع منك سيد رئيس الى هذا الموضوع، كيف تراه؟ ما هي الاجراءات التي تتخذ حول هذا؟ تفضل. مرة ذكر قدامي أهل النوبة، كنت قاعد في اجتماع كان في أظن يمكن وزير الإسكان على ما أتذكر، وأهل النوبة دول بقول لهم إيه قصتهم؟ دول اللي كان أيام ما عملوا السد والمية غرقتهم عاملين لهم إيه؟ عاوزين بيوتهم، في بعضهم عملوا لهم، بعضهم مش لاقي بيوت وبتاع. فجيت قلت لهم أنا عاوز أروح هناك. قالوا إحنا بنينا كان بيت، وجيت معايا كوزير إسكان وجينا أسوان هنا كنا بنشوف حاجة، فجأة قلت لهم هروح النوبة بدون ترتيب. لا ما كانش فيه ترتيب. طب نص ساعة رحت النوبة، لقيت بيت قعدت هناك، قعدت مع صاحبه والست بتاعته، شربت شاي معاهم، قلت لهم لازم يهتموا بالنوبة. النوبة ده مواطن مصري، إذا كان الظروف نتيجة بناء السد العالي ونتيجة إن البحيرة طلعت وكانت الأرض لازم أساعده. ومن 3 شهور برضه أنا ما قريتش شكاوي اللي بيكتبوها الجماعة دول، لا دول لهم مصالح. قلت لوزير الإسكان أهو، قلت له أنا عاوز في خلال شهر تكون ابتديت. قال لي في خلال شهر المعدات هكون هناك وهبتدي أبني. وكل شوية أسأل عملت إيه مع بتوع النوبة؟ ذاك لما الاسكوارات دلوقتي وبيقولوا بيروحوا للفضائيات ومش عارف مين بيجي لهم هنا. قلت له اسمعوا لكم حاجة، فضائيات ده بيجي لكم، أنا ما بيهمنيش ده. أنا بيهمني أنتوا كمواطن مصري. خليهم يقول دول لهم مصالح أخرى. أنا مصلحتي شعبنا، مصلحتي اساعد المواطن. كانت التعليمه اسمع اهل النوبه اللي عايشين في النوبه، مش اللي بيتكلموا عنهم بره. لا ما دي دعوه اللي بيتكلموا، دول بيدوروا لهم مصالح خاصه. اللي بيدوا له فلوس عشان يعمل، اللي بيعمل زيطه. انا ولا بسال فيه ده ولا بهتم بالكلام ده، وانا مش المواطن عايش ازاي. ولذلك اهتمامي دايما بتوع النوبه من يوم ما رحت هناك. لكن انا اللي في دماغي عاوز اساعد الناس، عاوز ابني لها بيوتها، عاوز اعيشها. شأنهم شأن اي مواطن موجود في اي محافظه من محافظات الوادي. ولذلك بنبني لهم كل حاجه، وبندي لهم ارض زراعيه، وبقى حاجه لهم بدون كل التسهيلات الممكنه. فاحنا ماشيين في هذا. طبعا اذا ما انتقلنا الى الموضوع الذي شغل العالم خلال الفتره الاخيره، وهي زياره الرئيس الامريكي باراك اوباما الى مصر ورسالته التي وجهها من تحت قبه جامعه القاهره الى العالم الاسلامي. ما هي رؤيتكم سيد الرئيس لمستقبل عملية السلام في إطار المشاورات التي تمت بينك وبين الرئيس أوباما، وما تقييمك في البداية لخطابه ورسالته التي وجهها للعالم الإسلامي؟ أولا الرئيس أوباما شخصية ثانية تختلف عن الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة الأمريكية. نجح قال لك رئيس أمروش في المطار، لا